بص، ينفع تعمل لك طلب ريزل شويه؟ ما تقوليش كده. ايه بس؟ ينفع نروح احنا الاتنين لصاحبتي؟ طبعا يا سمية، ده طلب رخم بجد. م? تحبي نقوم نلبس دلوقتي ولا كمان شويه؟ لا، نقوم نلبس دلوقتي ونروح لها. ماشي. هاي عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. ايه ده احمد؟ هاي كويسه؟ كويسه. ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ عادي، انا وهي كنا بنتمرن وجينا يعني. طب ليه ما رحتش بيتك؟ ما هو نسيت المفاتيح ومحدش في البيت. هي قالت لي تعالى اقعد معايا عشان هي اصلا قاعده لوحدها. طيب ماشي، تقدر تمشي لو عايز. ما هو محدش في البيت بقولك. صح، انتوا رايحين الجامعه بكره؟ لا. ليه؟ الصراحه حاسس يعني نكد وكده، فليه يعني. ممكن نيجي بعد بكره. طب خلاص، انا كمان هجيب. وانا يلا بقى. تفضلوا واقفين كده؟ اتفضلوا اقعدوا. تسلم ايدك. كويس، حلو قوي. ينفع بس اخد احمد في كلمتين جوه؟ طبعا. البيت بيتكم. كنت عايز يا اسطى. محبش حد يقول لي يا اسطى. كنت عايز ايه؟ بص، هو انا كنت بفكر اتقدم لليلي. فانا مش عارف هل استنى وقت وبعد كده اتقدم لها، ولا اتقدم لها النهارده واخلص، ولا بكره، ولا بلاش تتسرع. يعني ممكن مثلا تخزوقك. يا ابني بقولك انا متربي معاها وعارفها كويس، وعارف ان هي بنت كويسه. اصل لو كانت بنت غريبه كنت اقولك كده. تمام. ان انت هتعمل ايه برضه؟ انا اللي بقولك هعمل ايه. بص، يعني انا بالنسبه لي انا وسيسه، انا لمحت لها اني هعمل حاجه، بس ما تجيش تفاجئها كده مره واحده عشان ممكن تخزوقك وتقولك لا. هو في احتمال ان انا ما اقول لها تتجوزيني تقول لا. ايوه طبعا، هي حره. يا نهار اسود، اعمل ايه طيب؟ لمح لها ان انت ناوي تعمل حاجه، بعد كده اعمل كده. شكرا والله العظيم، انت حبيبي. حبيبي برضو. اسكت بقى خلاص. يعني اطلع بقى. كنت بتعمل ايه؟ اتاخرت. مفيش حاجه. ايه ده الاذان بيأذن. يلا سلام بقى. ليه ما انتوا قاعدين؟ لا والله لازم نمشي. طيب ماشي. وانا كمان همشي من هنا تبتدي حلقه تبقى حماسيه اكتر. تنسوش تحطوا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناه علشان تشوفوا باقي الحلقات الحماسيه اكتر من كده في الساعه 6. ايه ده، في حد بيخبط. اروح افتح. ايه ده؟ ورد. مش عارفه، ممكن تكون سيسي اللي بعتهولي. اليوم التالي. ايوه استني، بس انا عارفه الوقت. ايه ده، حد بيخبط. ثانيه، خليكي معايا. ايه ده؟ ورد. اليوم التالي. يم. يوه، حد بيخبط تاني. بعد اسبوع. جماعه، انا كنت جايباكم النهارده على حاجه مخوفاني قوي. ايه ايه بصوا، كل يوم من ساعه ما انتي جيتي زورتيني بيبعتلي بوكيات ورد، وفي نفس الوقت يعني كل يوم الساعه 6 المغرب بلاقي بوكيه ورد بيبعتلي. حتى البوكيه ده يعني غير لا كارت ولا مكتوب عليه اسم ولا اي حاجه. وانا بدات اخاف قوي. ده حتى لما كلمت سيسي قالت لي ان هي ما تعرفش حاجه عن الموضوع، وانا كنت فاكراها هي اللي بتبعته. لا، انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. لا، انا عن نفسي ما اعرفش. انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع. الله يخرب بيتك يا احمد، وانا مش قلت لك ان انت يعني ان انت تحاول تبين لها ان انت ناوي تعمل حاجه، بس مش بالغباوه دي. انا ما قلتلكش ان انت تبعت لها ورود، انت كده هتروح في داهيه. انا اعمل ايه؟ انت ما قلتليش هعمل ايه يعني. وبعدين يعني ايه؟ هتقفشني. لا، انت المفروض تعترف لها ان انت اللي بتعمل. مالكوا سكتوا كده ليه؟ ايه، كنا بنفكر. طب تعالوا يا جماعه نفكر كده، مين اللي ممكن يكون بيعمل كده؟ يعني الناس يستبعدوني خالص ليه؟ لان انا لو جبت ورد هديهولك يعني، مش هديه لحد تاني. ايوه طبعا. وانت؟ عن نفسي يعني اللي هو بفلوس الورد ده كنت اجيب لي بيها حاجه كلها احسن. انت جلده. جماعه، انا بدات اخاف. انا ممكن اكلم الشرطه. شرطه دي بتقول شرطه. ايه ده؟ ايوه ممكن توصل لشرطه، لاني خايفه ممكن يكون مثلا مجرم او حاجه.
مش عارفه الصراحه، وانا مش عارفه مين اللي بيبعت الورد، دي حاجه مقلقاني. مش عارفه الصراحه. انت سامع يا مصطفى؟ دي بتقول شرطه، اعمل ايه دلوقتي؟ لازم تعترف لها. يو بقى يا خايف، اعترف لها. اعترف. الصراحه انا كنت ببعت لك الورد. ايه؟ انا كنت ببعت لك الورد. طب انت بتعمل كده ليه؟ يعني مش هقوم اضربك يعني. ما هو انا كده يعني، انت كده خلاص بقى. ماشي. هو اللي كان بيبعت الورد كل ده؟ تصدقي ليه يعني بيبعت ورد؟ ايه ده؟ دي حمارة قوي. هي مش عارفه هو ليه بيبعت ورد. مش عارفه. يا جماعه اروح اصلي واجي. تمام ماشي. انا قلت لك ان انت تلمح لها ان انت مثلا ناوي مثلا تتقدم لها، ان انت مثلا بتحبها بقى، مش بالغباء ده. انا ما قلتلكش ده بحلها ام ورد. امال ليه كنت المفروض اعمل ايه يعني؟ كنت المفروض مثلا يعني مثلا لو انت عارف الحاجات اللي هي بتحبها تعملها لها. وبعدين انت بتقول ايه؟ انت خلاص بوظت الفرصه بتاعتك. الفرصه ايه؟ بوظت الفرصه بتاعتك. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ حاسسها كرهتني اكتر. مش عارف. خلاص حاول تصلح الهبل اللي انت عملته ده بان انت تعمل لها الحاجات اللي هي بتحبها، وبالتالي هي هتحبك، وبالتالي تعرف تتقدم لها. ماشي. يا ولاد في ايه؟ انا سمعتهم هما بيقولوا ايه. هقولك يتبع. وعلشان تقدروا ان انتوا تشوفوا الحلقات الجايه بكل سهوله، بلاش تحطوا اشتراك وتعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لكذا حد ويعرف القصه بتاعتهم. ما تنسوش تكتبوا تحت في الكومنتس انتوا متوقعين ايه هتبقى ردة فعل ليلي على لما سيسل يعني تقول لها الخطه بتاعت مصطفى وبتاعت احمد. اكتر اجابه هتقنعني وهتكون ليها علاقه بالحلقه الجايه هعمل لها قلب. كده اشوفكم في الحلقات الجايه. باي باي.